اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم مارو. زي ما انتم شايفين احنا في قلب الباركينج. حبيت اخرج من العربيه شويه بما اني دايما بعمل لكم الفيديوز وانا قاعد في العربيه. النهارده الفيديو مش وانا قاعد في العربيه، النهارده الفيديو خارج العربيه. في كلام كتير جدا عايز اقوله، واول حاجه هي اني انا اخدت الباسبور اخيرا. هعمل فيديو على الفيديو الجاي واحكي لكم كيف تفاصيل معينه، ولكن ده فيديو بعنوان يوم في حياة شاب مصري في أمريكا. في حاجات كتير جدا هقولها في الفيديو دوت، معلومات مهمة جدا. هاخد كوباية شاي كده تقعد معايا وانا بشرب البروتين بتاعي بعد الجيم بتاعي، عشان كان عندي تمرينة رجل. دي تمرينة قوية جدا جدا جدا. تمام. فتنساش تعمل لك سبسكرايب وتعمل فولو على الانستجرام، هسيب لكم الاكونت بتاعي هنا، ويلا نبدا الفيديو من غير كلام كتير. طيب بصوا، اول حاجه انا هتكلم في الفيديو دوت عن كام حاجه مهمين جدا لاي حد شاب في سني، على الدراسه، على الشغل، على كل حاجه. تمام. فعايزك كده لوك ان يعني ركز. اوكي. طيب اول حاجه اتكلم عليها وهي الدراسه. تمام. بما اني انا ان شاء الله شهر 12 ده هتخرج من الجامعه ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. فلازم تعرف حاجات معينه اقولها لك، ممكن تستفيد منها. مش عارف ليه الكاميرا حاسس ان هي عامله كده، مش عارف ليه، مع ان مفيش اي سبب. طيب اول حاجه في الجامعه، انا خلاص ان شاء الله هتخرج شهر 12 دوت. انا بدرس حاجه اسمها كينيسيولوجي. تمام. بقالي بدرسها حوالي مثلا 4 سنين. لازم تعرف حاجه واحده عشان اشرحها لك، هي اني انا بدرس بعمل اول حاجه اسمها الاي اي ديجري. تمام. دي اول حاجه، الاسوسيت ديجري. تمام. بعد ما بخلصها ماشي، ايا كان مدتها قد ايه، بخش على اللي بعديها. كل ده بعد الجامعه، سوري، كل ده بعد الهاي سكول. بعديها بتعمل البكالوريوس او البكالوريا بالعربي بتاعتنا بنسميها البكالوريا. تمام. بكالوريوس ديجري. بعديها بتعمل حاجه اسمها ماستر. تمام. دول الثلاث مراحل. هل انا لازم اعملهم كلهم؟ لا، هي زي عندنا كده في مصر، بعد الجامعه انت بتشوف عايز تعمل ايه وكده. تمام. فانا معايا او ان شاء الله شهر 12 دوت هاخد، مش جاي اقول لك انا بعمل ايه عشان بس ما حدش يفهمني في الفيديو ده، انا اقول لك انا معايا ايه. انا جاي اقول لك ايه الحاجات اللي بعملها كشاب انت ممكن تاخد عنها فكره يعني وتعملها في حياتك. تمام. فانا خلاص شهر 12 دوت هعمل او هخلص الاي اي ديجري اللي هي الاسوسيت ديجري. دي اول حاجه بعد الهاي سكول، لما تتخرج من المدرسه يعني بتعملها. تمام. انا دي باخدها في حاجه اسمها كينيسيولوجي. تمام. ده الميجور بتاعي او ده الكليه بتاعتي. بعديها المفروض بقى بختار حاجه تانية. ما اقدرش اعمل مثلا، انا بعديها ممكن اتخصص في بيرسونال تريننج اللي هو الجيم وحاجات زي كده. ممكن اعمل الميديكال اسيستنت. تمام. ممكن اعمل تريننج، ممكن اعمل حاجه اللي هو زي الفيزيكال ثيرابي اللي هو علاج طبيعي بالمصري. تمام. كل ده لو عملتها تمام، عشان انا معايا الاي اي ديجري اللي هي الاسوسيت ديجري، ممكن اعمل الحاجات دي كلها اللي انا حكيت لكم عليها في سنتين مثلا او اقل من سنتين كمان. تمام. ببقى معايا بقى اللي هو البكالوريا يعني. تمام. بعديها ممكن اعمل ماستر لو انا عايز كمان في التخصص دوت اللي انا اخدته، سواء بقى فيزيكال ثيرابي، سواء بقى بيرسونال ترينر، سواء. الحاجه اللي انا عايزك تعرفها ان الحاجات دي مختلفه عندنا في بلادنا عن في مصر. يعني مثلا بتكلم عن مصر، ما اعرفش البلاد التانية يعني مش زي عندنا في مصر طب، هندسه، صيدله، مش عارف تتخرجها بعد كام سنه الموضوع انتهى. لا، هنا بتخش بتلاقي حاجات. يعني انا الكينيسيولوجي دي مش ما اعرفش ان هي موجوده في مصر مثلا. تمام. بس لما بتتخرج منها بتخش حاجات تانية، تخصصات تانية. تمام. كده يعني قصه طويله عريضه. المهم، ده بالنسبه للجامعه. اوكي. هتقول لي انت عمر بتاخدها ببلاش ولا لا؟ بعمل حاجه اسمها فاينانشال ايد، بقدم على الفاينانشال ايد دوت هو بيكفر لي حق الجامعه. تمام. وكل ما انت الجي بي اي بتاعك عالي، كل ما انت بتاخد فرصه او منح اكتر. يعني هتقول لي اشرح لي الحته دي كويس، هشرحها لكم في دقيقه واحده كده. الفاينانشال ايد دوت انا شرحت عنه قبل كده، بس هقول لك ملخص سريع ان هو عباره عن مكان بيدفع لك حق الجامعه. تمام. هل هو بيدفع لك حق الجامعه كده من الباب للطاق زي ما بيقولوا المصري، يعني اللي هو مجامله فيك؟ لا. اول سمستر بيخشوا انت بتبقى لازما تاخد مواد فول تايم. يعني يعني اتليست 12 يونت. تقول لي ايه ده عمر الكلام صعب ده؟ ابسطها لك. الماده بتتقاس باليونت. في ماده ممكن مثلا هديك مثال، العربي ممكن يقول لك العربي ده 3 يونت،
الانجليش ممكن يقول لك لا الانجليش ده 2 يونت، فهم بيتعدوا باليونت. اليونت دي اعتبرها اسم او بوينتس، تمام. فانت كل ماده على حسب، بس انت في الموقع بتاع الويب سايت بيقول لك ان الماده دي كام يونت، اوكي. فانت مثلا بتاخد مواد، المهم فول تايم ده اسمه فول تايم ستودنت، يعني انت بتاخد 12 يونت. 12 يونت دي بقى تجمع بيها منها مواد عربي انجليش مش عارف ايه، بديك مثال، تمام، لحد ما تبقى 12 يونت، تمام. اول ترم بتاخد 12 يونت، تمام. الجامعه بتشوفك نجحت فيهم كلهم، تمام، بيكفروك الفاينانشال ايد بيكفرك، تمام. ويبتدي بقى ايه ان هو يكفرك الجامعه ببلاش. لو سقطت او حصل لك اي حاجه بيدوك وارنينج بعد كده يوقف لك الفاينانشال ايد اللي هو ايه من الاخر يعني ادفع بفلوسك انت، احنا مش هنكفرك. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفاينانشال ايد هيجي بعد ما تتخرج يقول لك والله انت عليك مثلا المبلغ الفلاني في الجامعه، تمام، تقسطه بقى على $50 في الشهر، على $100 في الشهر. وممكن تعمل لو انكم او ان انت لسه ما لقيتش شغل او انت لسه لو انكم يعني مش فلوسك قليله، تمام، ويشيلوا جزء منه، جزء من الفلوس ديت، او يخلوك ما تدفعش نهائي، تمام. دي موضوع الفاينانشال ايد. نركن بقى ايه الفاينانشال ايد ده، تمام. فانت كده ده ايه قصه الجامعه. هتقول لي انت كشاب عمر انصحنا بعمل ايه؟ انا دلوقتي بقى خلصت الاي ديجري او هخلص ان شاء الله شهر 12 دوت، تمام. هاخد كده ريسك، تمام. هعمل بعديها كذا حاجه شهادات، بس لسه مش عايز اقول انا هعمل ايه عشان ممكن ما اعملهاش، بس انا هقول لك ساعتها ايه البلانز الجايه بتاعتي، تمام. دي على موضوع الجامعه، اي كشاب عايش هنا في امريكا درست ايه وكده. دي اول جزء من الفيديو. الجزء الثاني في الفيديو هو الشغل. بصوا انا دلوقتي سينيور ستور مانجر، تمام. فانا الحمد لله بعمل فلوس كويس. فنصيحتي كشاب ايه؟ لو انت قادر توزن بين الاثنين زي ما انا عملت، زي في ناس كتير جدا صحابي بيعملوا، اوكي. تقول لي يعني ايه يا عمر؟ يعني انا دراستي كنت بدرسها، بس مش هكدب عليك انا ما كنتش مركز في الدراسه قوي، ولكن كنت باخد مواد اتليست فول تايم، اللي هو زي ما قلت لك 12 يونت. عشان كده شرحت ايه في الاول الجامعه ايه هي، ويعني ايه 12 يونت والكلام ده، عشان تبقى عارف وانت بتشتغل مع الجامعه، عشان تبقى عارف وانا بشرح لك موضوع الشغل تبقى عارف ايه يعني ايه الكلام ده. فانا باخد 12 يونت. 12 يونت دي ماشي، يعني مثلا حوالي 3-4 مواد. ال3-4 مواد دي، تمام، بشوفها بقى مع ايه الشغل بتاعي، تمام. فانا الاول كنت بشتغل شغلانات عاديه، تمام. الشغلانات العاديه دي بشوفها وفي واحد بيزعق، فبحاول اشوفه في ايه. المهم الشغلانات العاديه دي بدات اترقى فيها، تمام. فكنت بترقى ولكن جامعتي جاهزه ثابته ما بتتغيرش. المهم بعد ما ترقيت بقيت بعمل فلوس كويسه مع الجامعه، وهو ده اللي كان مطلوب، تمام. هتقول لي طب لو انا ما عرفتش اعمل ده، تمام، خلاص يبقى انت ركز على الجامعه بتاعتك بحيث ان انت تتخرج بسرعه وتعرف تشتغل بشهادتك. عشان انت لما بتشتغل بشهادتك الموضوع بيبقى ايزي، يعني بتعمل فلوس كويسه. مش هقول لك ان انت تبقى شحات ولا انت مش معاك فلوس ولا الكلام ده، فانت بتعمل فلوس كويسه. طيب انت دلوقتي عملت توازن بين الجامعه والشغل بتاعك. الفاينانشال ايد اللي حكيت لكم عليه في الجامعه بيديك فلوس كل سمستر بناء على المواد اللي انت حاططها. يعني بتاخد لك ساعات $3000 $4000 الافريج ده، تمام. ايا كان المبلغ ده ايه، نصيحه مني كعمر حوشه عشان بتيجي اخر السنه ممكن تلاقي نفسك معاك $10000 ولا حاجه محوشهم بس من الفاينانشال ايد. فلما بتحوشهم مع الفلوس اللي انت حوشتها في الشغل يبقى معاك فلوس كويسه، ماشي. تخيل لو انت حوشت 20000 في السنه، انت الدراسه بتاعتك مثلا حوالي 5 سنين. ال5 سنين دي لو انت حوشتهم، تمام، هتيجي بعد ال5 سنين انت كشاب خرجت من الجامعه معاك اضرب مثلا 20 في 5، انا بديلك رقم يعني مش لازم تحوش 20000 بالظبط، بس انا بديلك مثال. معاك حوالي $100000 مثلا، تمام. ال$100000 دي في خلال الفتره دي بعد ال5 سنين تقدر تجيب بيت، تقدر داون بيمنت وتجيب بيت. عشان كده انا في الحلقه دي او الفيديو دوت عايزك اخدك في تسلسل، هو الجامعه، الدراسه، الشغل، البيت كده. المهم هنخش بقى من الكلام ده على الايه البيت. انت في خلال ال5 سنين اللي بتدرس فيهم في الجامعه لازم تظبط الكريدت سكور بتاعك او الهيستوري بتاعك، وده اللي انا هنتكلم عليه دلوقتي. الكريدت سكور ده عموما بظبطه ازاي؟ تخش على موضوع العربيه اللي انا راكبها دي. انا جبت عربيه غاليه، العربيه دي لما بقسطها على اسمي او على الكريدت سكور بتاعي، تمام، البنك لما يشوفني بدفع في مواعيد معينه، تمام، الكريدت سكور بتاعي بيطلع. وكمان الاهم من كده الهيستوري بتاع الكريدت ده، تمام، بيبان في البنك ان انا بدفع بانتظام وكلام زي كده. فانا لما بقيت بدفع بانتظام الموضوع بقى 100 بالنسبه لي. بعد ما بدات ادفع بانتظام بقى عندي كريدت سكور كويس، تمام. قيس بقى على كده ان انت قاعد في بيت ايجار، فاسمك على البيت الايجار ده،
تمام، اللي هو الرنت، فبرضه الكريدت سكور بيطلع شويه 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 شويه. فانت بعد الخمس سنين كان عندك عربيه قسط زي ما انا مثلا ما جبت كده، قسطتها، دفعت كل حاجه في مواعيدها، وعندي البيت بتاعي البيت الايجار اللي قاعد فيه مع اهلي اسمه عليا، بندفع فيه بانتظام، الميه، الكهرباء، مش عارف ايه، كل حاجه بالظبط، فانا بنيت كريدت سكور كويس. فانت لما تيجي بعد الخمس سنين هتلاقي نفسك ايه، اتخرجت من الجامعه معاك مثلا $100,000 ولا $80,000 حوشتهم، تمام، في نفس الوقت معاك عربيتك خلصتها الاقساط، مش عليك اي اقساط، في نفس الوقت معاك شهادتك تقدر تشتغل بشهادتك. بص عقليتك او السيتويشن بتاعك ساعتها بعد بعد الخمس سنين دي بقيت فين؟ ها، خدت بالك؟ هتلاقي نفسك في حته كويسه جدا، معاك فلوس تجيب بيت، تبتدي بقى تخش تدور على بيت، تمام. طبعا لو انت مش عايز تجيب بيت براحتك، بس انا بديك الفكره يعني، تمام. انت دلوقتي لقيت نفسك معاك فلوس، تقدر تحط $50,000 كاش مقدمه في بيمنت في بيت، تمام. تبتدي بقى ايه، تخلي 50 دي مثلا محوشها، معاك عربيتك، معاك اتجوزت او اي حاجه، تبتدي بقى تدفع تقسط البيت بتاعك ده، يبقى انت كده ماشي في السيف سايد، تمام. تلاقي نفسك اشتغلت بشهادتك، شهادتك دي بدل ما انت كنت بتعمل مثلا $5,000 $6,000 في الشهر وانت مثلا مدير ولا انت حاجه مترقي فيها، هتسيب شغلانتك، فانت اكيد بتشتغل بشهادتك، فانت مش تعمل 5 6، تعمل 9 10. فبص بقى دلوقتي بتعمل 9 10، ممكن قسط بيتك يبقى مثلا $6,000 ولا حاجه، ما انت ومراتك بتقسموها مع بعضيكوا بقى ازاي، فانت نفسك تدفع $3,000 في القسط في البيمنت، معاك عربيتك مخلصها، تبتدي تعيش حياتك. في نفس الوقت بعد الخمس سنين دي هتكون قدمت على الجنسيه زي حالتي كده، واخدت الجنسيه الامريكيه، فمعاك جنسيه امريكيه ومعاك جنسيتك المصريه، فانت معاك الجنسيتين، تقدر تعيش في مصر، تقدر تعيش في امريكا، ممكن تحول فلوس في مصر، تفتح بيزنس، ممكن تسافر في كل حته في العالم بقى وتلف العالم والكلام ده، تروح اوروبا، تروح هنا تروح هنا. فانت حرفيا بعد الخمس سنين تمام هتلاقي نفسك بقيت مستريح. ولكن ده بناء على ايه؟ بناء على انت عايز ايه. هل الناس كلها بتعمل الخطه دي؟ لا، انا جاي اقول لك بعد انا بقالي بالظبط اولموست 6 سنين، شهر واحد الجاي بقالي 6 سنين في امريكا، انا عملت كده، تمام. وشايف ان هي مشيت معايا الحمد لله، شايف ان الخطه من ساعه ما جيت كانت ماشيه معايا كويس، فانا جاي انصحك بيها. تاني، اليوتيوب بتاعي ما بيجيبليش فلوس، مش غنيني، فانا اعملها لك جدعانه او مش جدعانه. كشاب لما جيت هنا امريكا كنت بقعد، على فكره اللي عرفني بتلاقيه منزل فيديوز من مثلا 2020 ولا حاجه، 2020 ولا حاجه، بقالي 5 سنين 6 سنين ما كنتش بلاقي الحاجات دي على اليوتيوب، فانا حبيت اعمل الحاجه دي. فانا جاي اقول لك نصيحه، يعني ما تاخدهاش ان انا مثلا جاي مثلا فاهم. المهم طبعا ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام. المهم فتلاقي نفسك حياتك بقت تمام ماشي، وده اللي انا حاسه دلوقتي، اللي هو ايه ده، انا لما جيت بدات من الزيرو، بدات مش من الزيرو، بدات من تحت الزيرو. زي ما حكيت لكم قبل كده، انا لما جيت امريكا ما كانش عندنا بيت، ما كانش عندنا سراير، ما كانش عندنا كنب، كنا بننام على الارض، لسه جايين امريكا. فانا دايما بقعد اقول لك انت لما بتيجي امريكا بتبدا من تحت الصفر، فانت لما بتبدا من تحت الصفر ديت بتلاقي نفسك الحياه صعبه، تبدا اقل من العيشه اللي انت كنت عايشها في بلدك، تمام. بس بعد الخمس سنين ده بتبتدي بقى انت تقف على رجلك، بيبقى من الاخر اكنك عايش في مصر. تقول يعني ايه؟ يعني انت في مصر خلاص بتبقى بتبقى حياتك تمام، معاك بيتك، معاك عربيتك، معاك شهادتك، محوش فلوس في البنك، صح؟ انت بقى هنا بعد 5 سنين بتبقى واقف على ارض ثابته، معايا بيتي، معايا شهادتي، معايا شغلانتي، بشتغل مش عارف ايه، معايا عربيتي، متجوز وعندي بيت واهلي عايشين معايا والدنيا تمام. حلو، انت كده كونت كل حاجه. تبتدي بقى تشوف ايه البيزنس، وده اللي انا عملته. انا فتحت اونلاين كوتشنج، او عملت البيزنس بتاعي، الويب سايت بتاعتي، وعملت الاب بتاعي. خش لو انت عايز تتمرن معايا او يعني تغير اللايف ستايل وكده، هتلاقيني عامل ويب سايت، خش او ابعت لي تحت في الكومنت، اكتب لي اونلاين كوتشنج، او اقول لك اعمل فولو على الانستجرام ونتكلم عن الموضوع دوت. ولكن عايز اقول عليه يعني ان انا صرفت شويه فلوس كده حلوين ان انا ايه، اتعلم الاونلاين كوتشنج والماركتنج والكلام ده كله عشان اسوق لنفسي واعمل حاجه كده جدا. المهم ملخص الكلام ده ايه؟ ملخص الكلام ان انا اقدر اقول لك ان انت تقدر هنا في امريكا تفتح بيزنس ايزي، تمام. الاوراق وكل حاجه بتجيبها ايزي، تمام. فانت مثلا تقدر بعد فتره تعمل بيزنس لنفسك، وركز على البيزنس الاونلاين. ليه؟ عشان امريكا كبيره جدا، البيزنس اونلاين سواء لبس، اونلاين كوتشنج، اي حاجه اونلاين بتمشي كويس جدا. فدي كانت نصيحه مني على موضوع الاونلاين كوتشنج. في حاجه كمان، لو انت من الاشخاص اللي انت نفسك تفتح بيزنس، ممكن تحول فلوسك في مصر برضو، وتفتح بيزنس في مصر وتعيش هنا، وتخلي الفلوس ديت تحول لك في البنك في مصر. حاجه كمان، ممكن تجيب مثلا كذا بيت وتأجروا
اير بي ام بي ويجي لك الفلوس هنا على امريكا، والموضوع ده بيمشي وشفت ناس كتير جدا عاملاه. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشترك في القناه، تعمل فولو على الانستجرام، وعندك اي سؤال اكتب في الكومنت. وما تنساش ان انا عامل اونلاين كوتشنج وبدات البيزنس بتاعي، لو انت عايز تخش تعمل لي فولو على الانستجرام وتبعت لي اونلاين كوتشنج هتلاقي الاكونت هنا. فبحبكم جدا جدا جدا، دايما بحاول انصحكم او مش بنصحكم او يعني اللي هو بشوفكم يعني احنا اصحاب، يعني بديك نصيحه او كده بما اني انا عشتها. فدايما بحب اشير الحاجه دي، يمكن تنجح معاك وتستفيد. ناس كتير جدا بتبعت لي على انستجرام، ممكن انت تشوف الفيديو دوت وتبقى عارف ان انا بتكلم عليك، بعتوا لي على انستجرام انا عملت كذا وفعلا حصل كذا معايا، بس انصحني بايه، انصحني بايه اعمل كذا. فبنساعد بعض، احنا شباب في سن بعض، عشرينات ثلاثينات اربعينات، في السن ده بنبقى دايما عايزين النصيحه من بعض. دايما اللي انت لما بتيجي هنا امريكا بتلاقي الامريكان والعالم وكل واحد مركز في حياته، صعب حد يديك نصيحه. فلما بتلاقي حد بينصحك انا بستفاد، انا نفسي بقعد اسال صحابي او كده، بنساعد بعض نعلم من بعض. فدايما فكر في الحته دي، ومش عيب ان انت يكون عايش في امريكا ومعاك صحابك وتقول لهم نصيحه. لو انت جاي في امريكا وكده بلاش تبقى انت من الناس اللي مش عايزه تدي حد نصيحه. امريكا كبيره، ما حدش هيبص في فلوسك، ما حدش هيبص في رزقك. دايما حاول ان انت تساعد. والله العظيم 3 الحاجات اللي انا كنت بساعد فيها اقسم بالله العظيم بتجيلي تاني. فانا اللي جاي اقول لك ان انت دايما فكر بالمنطق ده، ما تبقاش اناني. فكر في ما تفكرش في مصلحتك بس، فكر في المصلحه العامه برضو لاصحابك وكده، عشان هتعود عليك. صاحبك ده ممكن يبقى صاحب بيزنس في يوم من الايام يشغلك معاه، يجيب لك مصلحه، يجيب لك. فانت دايما فكر بالعقليه دي. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. تنساش تعمل سبسكرايب وتعملوا فولو على الانستجرام، وبحبكم جدا جدا. والناس اللي متابعاني من زمان من ساعه ما جيت امريكا، انا بجد بجد بحبكم جدا جدا جدا. بيجي لي رسائل كتيره جدا جدا بجد. فبجد ثانك يو سو ماتش والله العظيم. رحله طويله عريضه 5 سنين. انا كنت اقول الكلام ده في الفيديو الجاي على الجنسيه الامريكيه، كنت اقول لكم الباسبور. فبجد 5 سنين عدت من حياتي، او 6 سنين خلاص في امريكا. جيت هنا عندي 21 سنه، والنهارده خلاص 26 سنه. العمر بيجري، 4 سنين و 30 سنه. والفيديوز دي هرجع لها تاني. انا عندي فيديوز هنا على اليوتيوب بتاعتي برجع لها بعد عمر طويل. يا لهوي كنت عيل صغير لما جيت هنا امريكا وبعمل فيديوز وفرحان وبروح لوس انجلس ومش عارف ايه والكلام ده. anyway تنساش تخش تتفرج على الفيديوز بتاعتي بتاعت ميامي ونيويورك، فيديوز جامده جدا 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 ان شاء الله. بما ان خدنا الباسبور خلاص هنسافر امريكا، سوري هنسافر امريكا، انا سافرت امريكا خلاص، عايز نسافر اوروبا ونعمل فيديوز كتيره جدا جدا. بحبكم جدا جدا جدا. سلام.